طبعا الفلاح عشان ياخد 500 جنيه، عشان ياخد 500 جنيه 1000 2000 جنيه، يعني هو مش هياخد اكتر من كده. فده عبء على الفلاح، عبء ذهني ان هو ملوش دعوه بالاستعلام والحاجات دي، وعبء مادي. هو رايح يصرف 500 جنيه يروح يقعد اسبوع، تعطل اسبوع ويصرف له 30 40 جنيه، يعني فيها مشقه. هو الفلاح دلوقتي هيجيب من مين؟ هيقترض من مين؟ غير قدام بنك التنميه. بنك التنميه يوم الفلاح لما يقترض هيقترض 500 جنيه 1000 جنيه. انا بقترضهم علشان اجيب مستلزمات انتاج لزرعه داخل عليه. يجي لي البنك النهارده يقول لي تدفع 30 جنيه رسوم استعلام. طب استعلام على ايه؟ ان هيسال في البنوك ان انا راجل متعامل في بنوك تانية ومتعثر او متعثر. هو في فلاح عارف غير بنك التنميه؟ احنا ما لناش سكه غير بنك التنميه. طب تعالى ما يجي لي الاستعلام ده هيجي لي في خلال ايه؟ شهرين او 3. طب يبقى انا بعد شهرين و3 يكون العيان ده اتكل على الله. ولسه كمان زي ما سمعنا في البدايه ان هو بيطلب كمان الضامن وبيطلب منه اوراق، بيبقى فيها مشقه عليه وعلى الضامن. مفيش، وهو ياخد مبلغ زي مفيش عميل سنه فوق 60 سنه الا لازم يجيب ضامن دلوقتي مهما كانت حيازته. فكده يبقى البنك بيخلي الفلاح يلجأ للتاجر ويرجع تاني للأسلوب الاحتكاري من التاجر للفلاح البسيط. شوف يعني للأسف المرة دي الحقيقة بقولها أن الوقت المخصص للبرنامج انتهى، ولكن احنا النهاردة نورنا بعض إضاءات لبعض مشكلات للفلاح المصري، لأهلنا في مصر لولاهم يعني هم اللي شايلين البلد دي. وزي ما قلنا مش الأمن الغذائي، الأمن البلد دي مرتبط بدور الفلاح وبوجوده، واللي فيه دور مهم جدا على الدولة انها ينبغي انها تقوم به. من الواضح تماما ان الفلاح المصري يرحب بل ويدعو الدولة لان يكون لها دور في عملية تنظيم عملية الزراعة، تنظيم صناعة الزراعة، ان يكون هناك دور مختلف واعادة مرة تانية لدور الجمعية الزراعية بشكل مختلف، ان يكون هناك اعادة للدورة الزراعية حتى بمفاهيم او مسميات مختلفة، ان تقوم الدولة بدورها في عملية الارشاد وفي قيادة الفلاح المصري حتى يمكن ان يكون الزراعة مفيدة له ومفيدة للمجتمع ومفيدة للدولة ككل، أن يكون هناك شكل من أشكال الحماية للفلاح وللمنتج الذي يقوم به الفلاح. والأهم من كل هذا فيما أظن وكما سمعنا أن هناك حالة من حالات عدم غياب الحوار ما بين الفلاحين أصحاب المصلحة الحقيقية وما بين المسؤولين اللي بيديروا السياسة الزراعية. نحن هنا فقط أردنا أن نضع بعض النقاط، أن نضيء بعض النقاط لبعض المشكلات في دعوة لأن يبدأ حوار بالفعل بين المسؤولين عن عملية الزراعة في مصر، أصحاب الشأن من الفلاحين المصريين، وهذا هو الهدف الرئيسي. وإحنا ما نعد به هو أن سوف نستمر في طرح هذه القضايا وفي توصيل وجهات النظر هذه، وفي تقريب أيضا وجهات النظر ما بين أصحاب الشأن وما بين المسؤولين عن هذه القضايا. سيدات والسادة، أنا بشكر مرة ثانية وسعدت الحقيقة مرة ثانية بأن يكون ضيوفي اليوم الحاج أحمد سعداوي عمدة قرية منشاد ديمو بمركز الفيوم، والحاج عشماوي محمد العشماوي عمدة قرية سلمون بحري بمركز الشهداء بالمنوفية. شكرا جزيلا لكم سيدات والسادة، شكرا لكم، وللقاء في مرات قادمة بإذن الله.